حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده مش عايزه اقول لكم على الحلاوه والجمال اللي انا عاملاه ده، حاجه كده من الاخر فظيعه. كيكه الجلاش بصوا ملهاش حل. مكوناتها بسيطه جدا، وفي مكون انا بحطه فيه رهيبه، ومش هنحط لها دقيق ولا اي حاجه. حاجه كده كل مكوناتها في البيت. بصوا طالعه بالمنظر التحفه ده والفظيع. انا كنت لسه هو بصوا مقطعه حته ولسه كنت قاعده باكلها. رهيبه بجد، حلوه ومغذيه بصوا انا مش هتكلم كتير عليها. عايزاكم بس تجربوها. بس قبل ما تجربوها يلا بينا عشان نعملوا نشوفوا مكوناتها ايه. بصوا حبايبي، اول حاجه هنحط فيها 3 بيضات. بصوا امشوا على المكونات بتاعتي هتطلع تحفه ان شاء الله. نص كوبايه زبده سايحه. لو تلاحظوا ان انا معايره كله بنفس الكوبايه. نص كوبايه زبده سايحه، نص كوبايه سكر. انا عشان عندي سكر ناعم فانا حطيته. تمام، انا بعمل كده عشان باخد ده معيار، بحب امشي على المعيار بالظبط. هنا فانيليا ومعلقه كبيره، باكيت فانيليا ومعلقه كبيره بيكنج باودر. بص انا حاطه كل المكونات مع بعض. كوبايه ونص لبن، برضو بنفس الكوبايه اللي انا اديتها لكم. السحر بقى كيس كريم جانتيه. بصوا كيس كده، لو عندكم اللي هو السايب هتحطوا 3 معالق كبار. تمام. بصوا بقى هنضرب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعض ونرجع نصور. طلع الموبايل ما بيصورش. انا كده جبت لفه جلاش وبصوا حطيته كده كان عندي متكسر وبتاع، رحت عامله اللي هو بطريقه عشوائيه كده اهو. بصوا هنحطه انا دهنه الصينيه زبده. تمام، هناخد حبه هنا بس عشان تكمل الصينيه ديت. بصوا اي حاجه. تمام، هناخد حبه كمان هنا اهو كده. انتوا بقى عندكم اي صينيه تانية براحتكم خالص. تمام كده. بصوا بقى الخليط اللي احنا عملناه ده اللي هو فيه البيض واللبن وكل حاجه هنحطه فوق ده، فوق الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه روعه والله العظيم. الواحد يا جماعه ما بيحبش يتكلم عن نفسه. بصوا كده. دي بقى هتخش على فرن هتخش على فرن 200. انا مولعه الفرن اصلا اول ما بدات. على فكره وصفه خفيفه قوي تتعمل وانتوا واقفين، يعني ما بتاخدش 5 دقايق. دي هتتحط في فرن 200 ربع ساعه لغايه ما تدينا بقى الوش الحلو المحمر اللي احنا عايزينه. تمام، هدخلها الفرن وارجع لكم. بصوا حبايبي شكلها، انا حبيت بس اوريها لكم وهي في الفرن. بصوا المنظر عامل ازاي. هي طبعا لسه، بس بصوا ريحه الزبده مع كل حاجه بصراحه تحفه ملهاش حل. شايفين الشكل عامل ازاي. فانا بصوا بقى انا دلوقتي عامله درجه حراره على 200 لسه زي ما هي. فاضل لها شويه كمان مش كتير، بس الوش كله يتحمر. اول ما تطلع ان شاء الله بقى اوريها لكم باذن الله عشان نطلع نزقوها بالشربات ازاي. بصوا حبايبي هي طلعت من الفرن بسم الله ما شاء الله، الريحه جباره. شايفين اللون اللي احنا وصلنا له عملته ازاي. بصوا بقى الشربات طبعا احنا كلنا عارفين. انا بصراحه ما رضيتش اصوره. كوبايتين ميه عليهم كوبايه ونص، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه. اول ما غلوا على النار رحت عصره زي قطعت الليمونه شرايح بس، وسبته بقى اما بارد خالص. والكيكه هي لسه طالعه يا دوبك، بس انا طلعتها من البايركس بس. بصوا بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. نسقيها بقى بالشربات، نتعاملها بص نقعدوا نتعاملوا معاها كأنها كيكه عاديه خالص. المنظر ده كده اهوت. بصوا بقى مش عايزه اقول لكم. تمام كده اهوت. بصوا هنسيبوها بس ثواني وبعد كده نقطعها بقى، عشان بس انا مش عايزه اقطعها عشان سخنه قوي. ثواني بس وبعد كده نقطعها. بس ايه رايكم في الجمال؟ شايفين السوا بتاعها بسم الله ما شاء الله، بجد روعه وملهاش حل.
5 دقايق بس كده اهوت ونقطعوها على طول. بصوا حبايبي قطعتها وعملت لها كده ايه بقى ايه، رشه جوز هند كده. طبعا مفيش، انا ما كانش عندي الا حبه صغيره بس، رحت رشاها كده اهوت وتدي ريحه حلوه. بصوا بقى الجمال، بصوا عامله ازاي، روعه. ولا الطعم مش عايزه اقول لكم بصراحه. سامعين القرمشه بتاعت الجلاش؟ متعرفوش بقى هي بقى بتاعت كيكه، طعم كيكه، طعم جلاش، روعه. المكونات بتاعتي دي بجد رهيبه وجباره. حاولوا جربوها. استنوا بقى لما ادوق بقى معايا عشان اقول لكم بحق ربنا. بصوا ملهاش حل والله العظيم، فظيعه. وحياه ربنا سلم ايديا. تصدقوا بقى بجد؟ لا انا ما بحبش اتكلم عن نفسي على فكره يا جماعه، انا خساره في المجتمع بجد. رهيبه بجد، جربوها واعملوها بطريقتي بالظبط، هتلاقوها فظيعه فظيعه فظيعه. تمام. يا ريت بقى اللي يجربها يقول لي، واعملوا لي لايك عشان الفيديو ده يترفع، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.